مش عارف اقول ايه. هو في حلقات كتيرة متصورة وهتلاقوا حلقات شهر طويل فيها، فدي حلقات يعني اللي شهر طويل فيها قديمة، دي جديدة يعني. والحلقات القديمة دي اتصورت كذا واحدة بس ولا واحدة منهم نزلتها. شغال عليهم وهينزلوا ان شاء الله بالتتابع. بس يعني أنا لقيت نص الشهر داخل واحنا ما عملناش حلقة قراءات شهر 8، فهنصور وهشوف هقدر انزلها ولا لا. يعني المفروض انا بصور النهارده الاربع، مش عارف انزلها الجمعة ولا لا، وهل في واحدة قبليها هتنزل. يعني اتفرجوا واستمتعوا بقى. طيب احنا في شهر 8، والحقيقة الشهر ده كان شهر طويل، ويعتبر اعتقد قراءتي فيه كانت لطيفة ما بين الكبير وما بين الصغير وما بين المتنوع. فتعالوا نتكلم عن اول حاجة قرأتها، هي مواليد حديقة الحيوان للكاتب اشرف العشماوي، والصادرة عن المصرية اللبنانية، وصدرت السنة دي في 2024 في صيف 2024. هي الحقيقة كانت تجربة حلوة جدا. تجربة ان هو يعني يريح شوية من الروايات الطويلة، يريح شوية من الزمن اللي هو بيحبه، يريح كتير من الافكار بتاعته، ويبتدي يخش في فكرة روايات قصيرة. طيب هنا الممتع في ايه فكرة الروايات القصيرة؟ الحقيقة اول حاجة فكرة ان هو في عنصر خفي هو قدر يعمله لي موجود ما بين الثلاث روايات، ودي حاجة عجبتني جدا 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 جدا. اسماء الفصول عجبتني جدا جدا جدا، هي بتنعكس على الحاجة اللي بيربط ما بيها الثلاث قصص بتاعته، واللي بيبقى فيها رابط خفي كأن الثلاث حكايات دول مرتبطين بشكل او باخر. تالت حاجة هو الموضوع نفسه اللي الثلاث روايات بيتكلموا عنه، هو يعتبر كأن الموضوع ده واحد في الثلاث قصص باختلاف القصة نفسها وباختلاف حدوتة نفسها. أول حدوتة هي كابينة لا ترى البحر، وهي بتتكلم عن ولد في الأساس هو يعتبر ده البطل بتاعنا في سن المراهقة، وعنده أخته وعنده مامته اللي بتتوفى في أول المشاهد، وبتشوف ده أثره عليه واللي هيتولى تربيته بعد كده جده وجدته. بنشوف قد ايه جده من العصر القديم، جده قد ايه صارم، جده تصرفاته تدل ان في حاجه في ماضيه غريبه، وده فعلا اللي بنكتشفه بعد كده في محاوله الجد ان هو يودي الابن ان هو يشتغل في نفس المصنع اللي كان شغال فيه الجد قبل كده. ومن خلال الحوارات ومن خلال المواقف، وبسبب ما الاسره دي هتسافر الساحل الشمالي، من هنا الامور هتختلف ومن هنا الحكايات هتختلف. ومع موقف بيحصل بيبين فرق الطبقات ما بين الاسره دي وما بين الناس اللي عايشين هناك وما بين صاحب المصنع اللي اداهم المكان ان هم يقعدوا فيه في الساحل الشمالي. بتحصل حاجه بتكشف لنا كل الحقائق، واللي في الحقيقه هي حاجه مأساويه جدا. مش هحكي لك عنها عشان اسيبك انت تستكشف، ومش ده نوع من انواع ان انا مش عايز احرق لك الحدوته بتاعتنا او الحكايات اللي موجوده. تاني حدوته وهي مش متذكر اسمها، بس اللي بتتكلم عن شاب مسيحي. تقريبا الوقت ده نقدر نقول عليه يعني في بدايات الجمهورية المصرية. وبنشوف قد ايه الفكر الشيطاني للمحامي اللي بيحاول ينقذ الشخصية دي بأمور كتيرة هو بيتلاعب فيها. الحكاية دي اسمها مزرعة الخنازير. وبنشوف ازاي كل مرة بيحاول ينقذ فيها الموكل بتاعه بأفكار شيطانية أكتر من أكتر، لحد ما الموكل ده شخصيته مبقاش موجودة، أو على الورق نقدر نقول ما بقاش ليه وجود. فهل هيقدر الموكل ده أو الشخصية دي تتخلص من سيطرة المحامي؟ ويا ترى دور الشخصية دي هتوصل لفين؟ وإيه مدى تأثير ده أو مدى القصة دي لو جينا نركبها على كذا عصر لحد عصرنا الحالي هينفع تركب ولا لا؟ والحقيقة أنا شايف عبقرية كبيرة قوي في القصة دي، واللي بتعكس كتير من اللي ممكن بيحصل في مجتمعنا الحالي. تالت قصة وهي مواليد حديقة الحيوان، ودي اللي بتتكلم على شخص اتولد اصلا في حديقة الحيوان وبيحاول يرجع لها تاني، ومن خلال الجرايد ومن خلال الحكاية اللي بتتكلم عن والده اللي كان شجاع وقدر يواجه هروب الاسد ويحبسه تاني. فحقيقته ان هو يحصل على اوضه الاستراحه دي عشان يتجوز فيها من تاني. فبنشوف ايه التنازلات الكتيره اللي هيعملها عشان يرجع تاني يقعد في الاوضه دي، وهل فعلا هتنفع ولا الموضوع هيوديه لكارثه تانيه كبيره عن ما هو كان يتخيل. تاني حاجة قرأتها وهي كانت المجموعة القصصية صواب وخطأ للكاتب أحمد وائل والصدر عن دار وزيز. والمجموعة دي الحقيقة هي مكونة من 6 قصص، هي مجموعة مش كبيرة نهائي، مجموعة فيها حكايات نقدر نقول عليها جريئة بشكل كبير، بتحفزك انت وتخليك تحاول انت اللي تجاوب على السؤال هل اللي بيحصل ده حقيقة ولا او اللي بيحصل ده صح ولا غلط. هي مجموعة لطيفة بالنسبة لي، ما كانتش افضل حاجة، ما تأثرتش بالقصص اللي فيها، ما فيش حاجة ثبتت في دماغي قوي. كنت يعني
مستني حاجة يمكن احسن من كده، بس بالنسبة لي ما اعتقدش انها كانت افضل حاجة معايا. وتاني حاجة برضو ما كانتش أفضل حاجة هي الوصفة الفرنسوية للفوز بماما لمارك أمجد والصدر عن دار المحروسة. كنت متأمل فيها خير الحقيقة، لأن قرأت المارك أمجد قبل كده القبضان وبرضو ما كانتش أفضل حاجة بالنسبة لي رغم الكتابة القوية، لكن الموضوع نفسه ما حسيتش إن هو شدني أو ايه الرسالة اللي عايزة توصلني من القصة. هنا الحقيقة مع التجربة التانية برضو الموضوع ما وصلنيش بشكل كافي. وربما زي ما بقول كل مرة وبكرر، ربما تكون الكتابة أو أسلوبه أو طريقته أو أفكاره ممكن تكون مش متماشية معايا أو ما وصلتنيش بالشكل الكافي. ربما هنا احنا اتكلمنا عن الجزء الاول من صيد فيل المجنح قبل كده، والمره دي بقى انا كنت قرات الجزء الثاني. هو مش معايا بشكل ورقي لكنه موجود على ابجد، وهو بانتزاع شعره حصان، وده اللي بتكمل فيه الرحله ما بين يحيى وما بين مريم. المره دي هي السيطره لمريم بشكل كبير، بتحاول توصل لفكره الجريمه الكامله اللي هي عايزه تعملها بشكل او باخر، وده من خلال السيطره على يحيى، لان شايفاه هو الصيد الذهبي للموضوع ده او الفيل المجنح اللي هيقدر يحقق لها الاحلام دي. فهل هتقدر تفضل مسيطرة على يحيى فعلا، ولا هتتخلص من السيطرة دي بشكل أو بآخر؟ يعني حاجة من الحاجات اللي قريناها في آخر الشهر وهي لعنة جانب التل، وهي واحدة من الروايات الفانتازيا الحلوة جدا لكاتب ومترجم متمكن في حتة الفانتازيا بشكل كبير. الرواية بتتكلم على قرية جانب التل. قرية جانب التل هي قرية يعني عايشة في مكان كده، يعني حواليه غابة، والغابة دي فيها حطاب. الحطاب ده كل فترة أو كل يوم بيجيب الحطب لأهل القرية دي، والحطب ده على طول المفروض إن هو متولع في كل البيوت وفي كل الأماكن صيف وشتاء. تاني حاجة قصة الولد الغريب ده واللي شكله غريب على الغلاف، واللي كل القرية بتنبذه أو مش بتتعامل معاه عشان شكله غريب، وبيقولوا إن هو اتولد في عدم مباركة الشمس، اتولد في ليلة أو في يوم كسوف الشمس. ومن هنا بقى انت عايز تستكشف ايه حكاية باري ده، فبتفضل عايش معاه قصته وبنشوف الامور اللي هو بيحاول يستكشفها، وايه حكاية الحطاب ده وليه ما بقاش في حطابين تانيين موجودين في القرية. شوية شوية الرواية ماشية برتم هادي شوية، لكن في نفس الوقت في حاجة مسكاك ان انت تكمل، وهو ايه السر ورا باري وايه السر ورا الحطاب وايه حكاية القرية الغريبة دي، وهل باري ده هيكون هو الشخص صاحب النبوءة، ولا باري ده هو اللعنة فعلا اللي جت على الجانب التل، وايه حكاية الظلال اللي بتتجسد في شكل حيوانات وفي شكل حاجات غريبة وبتهجم على القرية من فترة لفترة. الحقيقة موضوع كتير ومكان او بيئة فانتازية تقدر تطلع منها حكايات كتيرة، لكن الحكاية اللي عشناها في جانب التل كانت حكاية كويسة جدا. معرفش الكاتب ممكن يطلع منها أجزاء تانية أو يطلع منها حكايات تانية، ولا هيكتفي بكده ويطلع لنا عالم تاني مختلف. في النهاية كانت تجربة حلوة جدا، والرواية دي صادرة عن دار كيان في 2024 في موسم معرض الكتاب. من الحاجات بقى اللي قرأتها على أبجد بجانب الجزء التاني من الاستغاثة الأخيرة واللي كانت موجودة بشكل حصري، قرأت بدرية ومحنان والجملة، ودي كانت أول كتاب من سلسلة، هي سلسلة أدب ساخر برضو صادرة مع روايات مصرية للجيب. هي بتتكلم على بدرية ومحنان، اتنين جيران عايشين مع بعض. بنشوف الجملة اللي بتسمعها الست بدرية لما بتتصل بعيادة الدكتور واللي بتغير حياتها وبتخليها تواجه كل المخاوف اللي هي كانت بتخاف منها وهي صغيرة. يعني مثلا بتخاف لما النور بيبقى ضلمة، بتخاف تمشي في الطرق اللي بتودي للأوض، وحاجات كتيرة بنعيشها معاها. وبنشوف انها بتحاول توصل للعياده دي تاني وتحاول توصل للدكتور ده وتشتكي له من اللي حصل. وبنشوف بقى الالغاز والمغامرات اللي بتعيشها الاتنين ستات دول في الحاره بتاعتها مع جوازاتهم بتكون عامله ازاي. الحاجه كانت لطيفه جدا وقراتها من ضمن الاسابيع المسابقات بتاعت امجد زي ما قلت لكم قبل كده. ويعني ممكن في قدام شويه اكمل بقيه الاجزاء لان هي كانت بصراحه لطيفه وحاجه كده. لو انت مش عايز تقرا حاجه ممكن تفصلك ان انت تقراها يعني وتبقى لذيذه معاك. تاني حاجة من الحاجات وهي كانت رواية المستحيل لدكتور مصطفى محمود، ودي واحدة من الروايات اللي كتبها في بدايته. الرواية فكرتها حلوة جدا وبتتكلم على سيطرة الأب على حياة الأبناء، وسيطرة الأب ده بتوصل لحد اختيار لابنه حياته، مراته، حتى المكان اللي هو عايش فيه والحاجات اللي هو عايش فيها، زي الحاجات اللي جوه البيت، العفش، الصور، الكلام ده كله. واخر حاجه بقى كنت قراتها على ابجد وهي الكتاب التاني او القصه التانية من سلسله اخر الليل بعنوان الساعات الاخيره لكاتب رعب. والحقيقه يعني انا قرات القصه الثالثه لكن دي احلى واحده من الثلاثه اللي انا قراتهم. دي بتتكلم على كاتب رعب عنده مشكله في ان هو يكتب روايته الجديده،
فبيبتدي ياخدنا كده في الفلاش باك، وازاي هو بدأ كتابة الرعب، وازاي بعد عن فكرة الاشباح وبتاع، وابتدى يكتب حاجة واقعية فالناس اتأثرت بيها. والمفروض ان هو دلوقتي على بعد ساعات من ان هو يعمل حفلة توقيع. فبنشوف يومه خلال حفلة التوقيع، وبنشوفه بيروح يقعد في مطعم كده، بيجيله زي نوع من انواع احلام اليقظة في مشهد كان في احد الروايات بتاعته، وبعد كده بيفوق منه، وبيكرر الموضوع ده معاه خلال اليوم. فبتجيله فكرة على اخر اليوم ان هو طب انا ليه ما اكتبش اللي بيحصل معايا؟ ليه ما اكتبش عن فكرة كاتب رعب مش عارف يكتب، فبيظهر له الشخصيات اللي كانت موجودة في رواياته قبل كده، فاكتب الفكرة دي. بنشوف بقى اللوب اللي بتحصل دي، الموضوع عمال يدخلنا في لوب جوه لوب جوه لوب، وبنشوف في النهايه اللوب ده بيقفل على ايه. فعجبتني جدا الفكره بتاعتها، وحتى النهايه بتاعتها كانت مظبوطه بالملي. اخر حاجه بقى قراتها كانت ثلاثيه الضباب، وهي كوميكس. قرات الجزء الاول منها، هي بعنوان نبيل، نبيل واحد واثنين وثلاثة. الجزء الاولاني بيحكي لنا او بيعرفنا على الشخصيه دي، وهي شخصيه عايشه في التشيك. المفروض ان هو مسؤول ال في القطر، او مسؤول هو في الحته في محطه من المحطات، ان هو حركه القطارات هو مسؤول عنها. بنحكي بنشوف معاه حكاياته، بس بنشوف حكايته دي هو موجود دلوقتي في مصحه نفسيه، لان هو اتكلم ان هو جاله قطر مختلف، والقطر ده كان فيه ناس من الحرب العالميه الاولى او الثانيه، و فالناس تخيلت ان هو دماغه فوتت. فبنشوف بقى الحكايات بتاعته. فده اللي انا شفته في الجزء الاول. بقرا دلوقتي حاليا الجزء الثاني، ولما تخلص اكيد هنتكلم عنها. وقولوا لي انتم في الروايات اللي اتكلمنا عنها دي تحبوا نتكلم عن واحده منها نعمل لها مراجعه، ولا اكتفيتوا بالكلام عنها لحد دلوقتي؟ يا اصدقائي الاعزاء، دي كانت حلقه جديده من حلقات قراءات شهر 8. اتمنى انها تكون عجبتكم، واتمنى ان انتم تكونوا بتقروا وتكونوا قربتوا ان انتم تخلصوا هدفكم في القراءه، او عدد الروايات اللي انتم عايزين تقروها. يعني لو عاملين الموضوع ده، لو انتم بتحبوه بيحفزكم، ولو انتم مش عاملينه اكيد برضو دي حاجه اريح لكم. المهم ان انتم في النهايه تقروا الحاجات اللي انتم بتحبوها بدون ضغط من اي حد او من اي حاجه. زي ما قلنا عايزين دايما نحاول على قد ما نقدر احنا نستمتع بالقراءة، بعيدا عن اي امور تانية بتحصل او شايفينها في حوالينا وفي المجتمع اللي احنا عايشين فيه يعني ده. فاشوفكم دايما على خير، ولحد ميعاد الحلقة الجاية هتصور لكم حلقات دلوقتي شوفوها. اشوفكم على خير، سلام.